بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنزل فيديو بنزله لأهميته في حياة المجتمع. ما بنزلش فيديو على أساس صفحة ولا لايكات ولا لا من أجلك ومن أجل المجتمع كامل. اليوم 2 أولاد أدي لكم القصة التي حصلت معي، مش مع غيري، معي أنا. 2 أولاد كانوا هم ماشيين في الطريق، رسل واحد من الأولاد رسل جده لأنه يتيم، رسل جده، رسل مع 3000 وضيعها. والولد الثاني صاحبه، الاثنين عمرهم 11 و 12 سنة. مكنت جده 3000 ريال، مدري ايش يشتري وضيعها. رجع له عند جده قال يا جده 3000 ضاعت. جده مسككم قال والله لا أسممكم وأموتكم. الجهال افتجعوا، فلتوا منه. كان مع صاحبه هذا الثاني 700 ريال، أخذتها من جيبه وطلعوا مواصلات إلى عمراء. جهال، أطفال 11 12 عام. وصلوا إلى عمراء، طلعوا بس 700 الذي كان مع صاحبه. وصلوا هنا ما لقوا لهمش أي مبلغ يصرفوا. ساروا إلى القسم، إلى أحد الأقسام في مدينة عمراء. ما لكم يا أولادي؟ ما به ايش حصل؟ شرحوا لهم القصة، إن جده على أساس هدده وإنه يسممه وإنه يقتل على 3000 ريال وإنه دي رقم أبوك. بيكلموا الولد الثاني صاحبه، دي رقم أبوك، لأن الجد هدد الاثنين مش غير واحد بس، هدد الاثنين. دي رقم أبوك مكانه. طلع الرقم، اتصلوا لك، قال ابنك على كذا كذا من القسم، اتصلوا لهم جزاهم الله خير، ابنك على كذا كذا كذا. الرجال طلع صاحب انقد بتصلي، ابني على كذا كذا، الأولاد 2 أولاد في القسم على كذا كذا باسمه. أنا سرت رسلت لهم، أخذوهم جابوهم لعندي، بنكلمهم ما هو السبب، ما هو قالوا على أساس جدي رسل 3000 وضيعتها، وأنت يا ولد الثاني ليش باسمك؟ قال أنا معه وهددنا الاثنين وهرب. طيب كلم أبوك، كلم باسمك، كلم. قال رحنا لنا. تواصل أبوه بالتواصل، قال خلاص أنا أرسل لهم، وأنا قلنا سابر خير إن شاء الله. الموضوع ما فيه تكررت هذه الأشياء، تكررت. فعلى الآباء انتبهوا لأبنائكم. هذا الأشياء البسيطة، تضيع حاجة، كسر حاجة باسمه، يعني تعامل معه بأسلوب، تعامل معه بمنطق، تعامل معه كابن. لا تتعاملش معه بالتهديد، لا تتعامل معه بالتهديد بالضرب بالقتل لا، هذا طفل. تعامل معه بالأسلوب الذي ما تشرد من عندك. هذا العبرة كلمتكم بها وحصلت معي أنا وأمامي أنا، لذلك كلمتكم بها. والله على ما أقول إنها حقيقة، أقسم بالله. لذلك بنطرح لكم حقائق، انتبهوا، ومواضيع مهمة جدا. تحياتي.